باقول لك إيه يا حبيبي، ما تجيب لي معاك حاجة كده تنضّف الدهون، تخلّيني ما أحسّش كده بالمسيح، ما أحسّش بالغسيل، ما اتعبش خالص، يعني أرُشّها كده أو أعمل أي حاجة تنضّف الدهون اللي على الحيط بتاع المطبخ، اللي ورا البوتاجاز، الحاجات دي كلّها. بُص، أنا عايزة تنقّي لي أحسن نوع ينضّف الدهون، لإني بجد، بجد ما بقيتش قادرة. أنتم عارفين بقى شغل العيد والحاجات دي كلّها، وأنا يعني أشكر على كده، يعني المفروض تشكروني تمام، أنتم مش شاريينّي يا جماعة. أنتم المفروض تشكروني إن أنا عمّالة أروّق وأكنس وأمسح وأعمل. آآ هو العيد ده كده، لازم الواحد بُصّوا يجيب كل ما عنده، حتى لو أنتِ كل يوم بتروّقي بس لازم ترويقة العيد دي لها إيه، لها مزاج تاني خالص، خالص، خالص. فأنت تعيش وتجيب يا رب العالمين، ربنا ما يحرمنيش منّك أبدًا. عايزة حاجة بقى إيه، تخلّيني ما اتعبش، تمام، أشيل الدهون كده وأنا قاعدة كده، يعني أعمل كده بإيدي ألاقي الدهون طارت لوحديها. إزاي بقى طلعت طاقية لخفة أو عاملة أي حاجة ما أعرفش، المهم إن أنت تريّحني أصل أنا إيه، ما بقيتش قادرة. إيه يا بابا جيت؟ يا حبيب قلبي، جاب لي بقى يا جماعة أهو، بُصّوا بقى الباور. ده الباور ده حبيبي بقى، أنا ما باطلّعش الباور ده من بيتي، بس كان خلصان عندي وقُلت إيه، لو كان في نوع أحسن يجيبه لي، بس هو علشان عارف الأسعار وبينزل وبيبيعوا الحاجات دي كلّها، فعارف أحسن نوع، فهو أحسن نوع باور. أنا ما باعملش إعلان ولا حاجة يا جماعة، بس أنا بجد الباور بيشيل الدهون، ما بيخلّيش على الحيط السيراميك، على الحلل السليستين، على الأحواض، أي حاجة عندِك فيها سواد أو فيها دهون أو حاجات من دي، ترشّها بباور يعني ما أقولكيش بقى على جمالها. وتعالوا أوريكم هيعمل إيه مع بعض والنتيجة. بُصّوا يا جماعة، أنا كان عندي المطبخ بتاعي زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا تعالوا شوفوا ده بعد ما نضّفته، تعالوا شوفوا بس لسه الحتت اللي لسه ما نضّفتهاش أهي معاكم. بُصّوا الزيت عليها عامل إزاي، بُصّوا يعني مخلّي بين السيراميك وبعضه، الخطوط دي كانت سودا وشايفين المنظر يا جماعة، شايفين المنظر؟ هي رشّة، بُصّوا يا دوب ترُش كده دقيقتين 2 كان عندي الشفاط والحاجات دي كلّها، يا دوب ترُش تلاقي الحيط بيلمع لوحده، مش عايز أي تعب ولا عاوز أي مجهود. شايفين الحتة اللي اتغسلت في ثانية، بُصّوا مش ما تتعبيش حتى لو إيديكِ أوتار إيدِك تعبانة، هنا بيشيل معاكِ كل حاجة، بيخلّي المطبخ معاكِ ورا البوتاجاز، الحواض، الشفاط، الدهون، كل حاجة يا جماعة بتكون معاكِ يا حبيبتي ورد شمع منوّر. شايفين نتيجته؟ شايفين يا ولاد؟ مهما كانت الدهون عندِك شديدة، بيروّق معاكِ المكان وبينضّف وينزّل كمية دهون من على الحيط بتاع المطبخ أو البوتاجاز والحاجات دي كلّها، بيخلّيها تلمع من غير أي مجهود، من غير ما تعُكي بقى وتشغّلي خرطوم في الحيط والكلام ده كلّه. أنا بابِل شايفين المَيّة يا جماعة نزلت من الحيط عاملة إزاي. أنتم عارفين بقى أنا مش عارفة أصوّر لإن أنا باصوّر لوحدي. شايفين بُصّوا، أنا كنت بارُش على الحيط وبامسح بس ب بحتّة سلكة ناعمة مع المعاه أو بقماشة خشنة كده شوية، وأعصُر وأبِل هنا وأعصُر هنا بس، ولا كبّيت أي مَيّة ولا عملت أي حاجة خالص غير هُم الطبقين دُولة اللي مسحت المطبخ كُلّه بيهم. ما كمّلش معايا إيه، ما كمّلش معايا نُص ساعة كنت مخلّصة المطبخ كُلّه يا جماعة بيلمع زي ما أنتم شايفين النتيجة كده، المنظر الجميل ده، لإني شِلت الفرش من المطبخ، فكل بقى الحاجات المتدارية ورا المطبخ ورا البوتاجاز، الحاجات دي كلّها، المفاتيح الكهربا، كل ده كان ظهرت بقى الدهون، ظهرت الحاجات اللي متدارية فيه. أنا بعدت يا جماعة أنا باروّق أول بأول. أحسن حاجة إن أنتِ تعمليها في حياتِك إن أنتِ تروّقي أول بأول، ما تخلّيش حاجة كل ما تخشي مطبخِك تلاقي في حاجة مش مترتبة ترتّبيها. شايفين اللمعة، شايفين الجمال، هاتي باور ورُشّي بيه ويخلّي مطبخِك بينوّر، بينوّر. السيراميك بُصّوا يا جماعة السيراميك ده بقى له أكتر من 20 سَنة معمول وكأنه لسه معمول النهارده. حتى البوتاجاز ده اللي أنا جِبته كان عفش وكان شكله وِحِش خالص، ما كانش يستعمل أصلًا كإنسانية للناس أصلًا، لا البشر أو للناس، كان يتباع في الخُردة الزبالة. خلّاه جديد معايا. بُصّوا أنا غسلته بيه أقسم بالله يا بنات كان منظره رهيب، يمكن أنتم شُفتوه في الفيديو اللي فات كان عامل إزاي. غسلت بيه الباور والفرن ومن جوّه ومن برّه والجناب وده كلّه، خلّاه بيبرق معايا وكأنه لسه جديد. بُصّوا المنظر، شايفين؟
اهو يا جماعة، اهو البوتاجاز بتاعي والمطبخ كمان. يعني بصوا حاجة سهلة جدا، بشوية مية، شوية مية بس هم دولت غسلت بيهم المطبخ. ما تتوقعوش ان ازاي اغسل المطبخ كله بشوية مية من دولت. حاجة سهلة خالص. مسكت البوتاجاز رشيته بيها كده ودعكته يا بنات، كان بينور، كان بينور كده في بعضه. انا اليوم ده غسلت البوتاجاز وغسلت الحيط بتاع المطبخ، لان انتوا عارفين انا شلت الفرش من المطبخ، فكل الحاجات اللي متداريه ظهرت. فلازم بقى الواحد خلاص المطبخ اتكشف قدامك، فلازم تنضفيه كله. ما ينفعش بقى تغسلي حته او ترتاحي. فانا حبيت اجيب الباور يساعد معايا في نظافه الدهون في كل حاجه. غسلت الاول بوتاجاز في المطبخ، قلت اغسله بقى في ارضيه المطبخ لان هينزل دهون وهينزل حاجات كده على الارضيه، فلازم انضفه الاول. غسلته ونضفته وخليته زي بوبرق زي القمر كده. بس اكيد هاخده هناك الشقه التانية، لان هنا هو صغير، وهناك الشقه العشر يا بنات كل المطابخ فيها صغيره عن هنا. كنت بقول مطبخ صغير يا جماعه، لقيت اللي اصغر منه اصلا كمان. فانا ان شاء الله هرجع البوتاجاز الكبير اجيبه هنا واخد البوتاجاز ده هناك، لانه بجد عجبني، هاخده معايا هناك. وانا اتبسطت منه من نظافته ومن منظره الجميل ونوره الهاديه الجميله الخضراء اللي تخليكي كده ايه، تحسي ان انت عملتي انجاز بجد. وبص هقول لكم على حاجه، انا اصلا بطبعي ايدي في الحاجه دايما يا بنات. انت ايدك في الحاجه بتنضفيها. يعني عايزه تسهلي على نفسك شغل العيد، او ما تكركبيش على نفسك. دخلتي مطبخك لقيتي في حاجه، نضفي اي حاجه وحشه فيه. يعني عندك ضرفه مطبخ في عليها زيوت، اغسليها. عندك اي حاجه عليها دهون، اغسليها. دخلت اوضه النوم بتاعتك قبل ما تصحي من النوم، تروقي فرش اوضه النوم بتاعتك وتطبقيها قبل ما تطلعي منها. يبقى كده حاجة راحت من عندك من عليكي. خلاص. آه دخلت المطبخ تروقي فيه. طول ما انت بتطبخي او بتعملي اكل في المطبخ، لازم تكون ايدك في المطبخ، في الترويق، في نظافة المطبخ. فاول باول بالحاجة بتبقى سهلة معاكي. ما تسيبيش الحاجة ما تسيبيهاش لما تخرب بقى وبعدين نغسل وتقولي على العيد وعلى الكلام ده كله، فيتهد حيلك وتتعبي من كتر الغسيل وكتر الشقة. فانتي واحدة واحدة، يعني طول ما انت في مطبخك لازم ايدك في المطبخ، ايدك في الحيط، ايدك في كل حاجة. فانا كده يا جماعه بقول لكم انا طبعي كده. والباور ده بجد 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 تحفه، هيساعد معاكي في السلستين. آه، السلسلة لما يسود معاكي تحسي ان هو مسود مش قادرة تغسليه، هترشيه شوية من ده وتسيبيه دقيقتين عليها وتدعكيه بس بالسهل خالص، هتلاقيه طار معاكي. حوض المطبخ ما بيستحملش معاكي وبيصفر دايما، هترشيه رشتين برضو من الباور وهيشيل معاكي كل حاجة، دهون، اسمرار، اي حاجة. لحد الحنفيات يا بنات بغسل بيه حنفية المطبخ معايا، بيخليها تلمع وتبرق وتبقى زي القمر. فانت طول ما ايدك في الحاجة اول باول. لقيتي عفار على الحيط وانت